حلة رفعتها على النار، هنزل بنص كوباية من الزيت، 200 جرام من الشعرية بما يعادل كوباية كبيرة من الشعرية تاخد اللون الذهبي. هنزل بكوباية من الرز المصري مغسولة ومتصفية كويس من المية وهديها تشويحة مع الشعرية. بعد كده كيس من المكرونة الصغيرة حوالي 400 جرام وهشوحه كمان تشويحة كده بسيطة مع الرز والشعرية. هنزل كمان بكوباية صغيرة خالص من العدس بجبته او العدس الاسمر مغلي على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده صفيته ونزلت بيه على الرز والشعرية والمكرونة. 200 جرام من المكرونة السباكيتي هغطيهم بالمية بالشكل كده، المية تكون فوق مستوى الكشري. هنزل بالملح حوالي معلقة من الملح، هسيب الكشري على نار عالية لحد ما يتشرب المية، وبعد كده هغطيه وهدي النار خالص واديله تقليبة زي ما انتوا شايفين. ده الكشري المصري في حلة واحدة. هجيب لكم الدقة والصلصة وكمان التومية بتاعة الكشري في فيديو تاني هتلاقوها هنا برضو على حساب عشان مدة الفيديو ما تكونش اطول من كده، وتاكلوا احلى كشري مصري. ما تنسوش اللايك او القلب وتشتركوا في حسابي.